الحاجه اللي عايز اسالك عليها دلوقتي، يعني لازم اسالك السؤال ده قبل ما ارجع تاني للشركه. انت اشتغلت في السوق الخليجي والسوق السعودي وجيت بقالك 3 4 سنين، واشتغلت طبعا في مصر، بس ده نعتبرها فتره البدايات، لا تعتبر يعني اكتر من خبره مواقع زي ما بيقولوا يعني. انما خلينا في دلوقتي كبزنس بقى. رؤيتك للسوق المصري دلوقتي ايه بالظبط فيما يتعلق بالقطاع التطوير العقاري؟ لو حبيت توصفه، حبيت تقول ما هو المطلوب عشان حل المشكلات او التحديات اللي احنا حضرتك بتشوفها في السوق. صحيح. هو السوق المصري من أكبر الأسواق طبعا في الاستثمار العقاري، وفي الشرق الأوسط بالكامل، يعني مش في المنطقة العربية. بنتكلم في الشرق الأوسط. المنافسين ليه تقريبا هم دولتين، سواء تركيا أو الإمارات. السوق السعودي مع كبره ده أكبر مستثمر عقاري هي وزارة الإسكان، وما فيش مطورين كبار في السوق السعودي زي مصر هنا. احنا عشان كده ده من اساسيات ان احنا جينا لبدايه تطوير عقاري على سكيل كبير في مصر. السوق يتميز سوق الامارات والسوق تركيا بالذات الاثنين عن السوق المصري في مدى نسبه المبيعات الخارجيه، اللي هو تصدير العقار، المصطلح اللي يطلق في مصر كتير يعني. كتير من المشاريع في تركيا بيتباع 50% منها تقريبا لمن هو خارج تركيا. والإمارات السنة اللي فاتت كانت عاملة أرقام كبيرة جدا، بيتكلموا في حوالي مبيعات ما يقرب من 200 مليار درهم. احنا ما وصلناش للرقم ده في مصر، مع فرق الحجم الرهيب في الطلب بين هنا وهناك، بس الطلب هناك خارجي أكتر، وإن كان له عوامل سياسية بعد حرب أوكرانيا وغيره. بس إحنا في مصر هنا عندنا مشكلة في تثبيت العملة والإنفستمنت اللي بيحصل في العقار خارجيا ومردوده. لو قدرنا نظبط المنظومة دي على قد ما نقدر، والمبيعات الخارجية تبقى أكتر مما هو مستهدف، يعني كل المطورين حاليا مستهدفين حوالي 10% فقط، إحنا بنتمنى ان احنا نوصل ل 50% بشركتنا اللي موجودة في اكتر من دولة. وبالتالي احنا يعني شغالين على كده من دلوقتي، ان احنا يكون لينا معارض دولية في عدة دول، منها دول الخليج والدول الأوروبية، عشان المبيعات في مصر. طب انتوا موجودين كمطور عقاري في كام سوق بالظبط يا فندم؟ احنا موجودين في المملكة وفي عمان وفي كوت ديفوار وفي مصر. طيب هل انت شايف ان شركه سكوب بهيكل مساهميها او مساهمها الرئيسي طبعا او الوحيد هو المجموعه السعوديه، هل شايف ان هي تقدر ان هي تخترق قصه التصدير العقاري؟ يعني بمعنى، خليني اوضح السؤال بالظبط، لان طول الوقت تتكلم عن مصطلح في مصر، بتتكلم عن مصطلح تصدير العقار وبنقول كثير من الضجيج بلا طحن يعني. فهل انت الاسباب ده ليها علاقه بتحديات وطبيعه الوحدات، وناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، انما هل انت شايف انك تقدر توصل لل 50% ده من خلال هذه التركيبه بتاعتك، ان انت بتنتج وحدات عارف ان هي مناسبه للمستثمرين اللي انت مستهدفهم خارج مصر، ثم قادر على تسويقها خارج مصر؟ وهل شايف ان الشركه السعوديه تقدر تغرد خارج السرب زي ما بيقولوا وتوصل ل 50%؟ احنا بالفعل بدأنا في إجراءات تنفيذية للوصول للطموح ده. أول إجراء الحقيقة إن احنا خدنا رخصة في المملكة، وبدأنا ناخدها في دول الخليج بالكامل، رخصة بيع للغير. يعني احنا كشركة لينا one of the subsidiaries في السعودية خدت رخصة البيع للغير، يعني ممكن يبيعوا لشركة منتج شركة سكوب من عندهم دايركت بدون الرجوع لسكوب از ليجال وايز، يعني قانونيا هم ممكن يبيعوا. فده واحد من اكبر التحديات اللي بتواجه. انا مش ببيع ببروكرز بره، انا ببيع بشركتي بره، وهكذا. فبدأنا اوريدي ناخد خطوات بكده. اول شركة خدت الترخيص ده في الرياض في السعودية، وبنطبقها في دول الخليج، وحاليا بنسعى ان اول فرع لينا يبقى في اليو كي كمان.
للشركه دي. فانت مش شايف ان هي 50% دي حاجه متفائله، شايف ان هي في خطه فعلا لتحقيق نسبه ال 50% مبيعات في الخارج، صح كده؟ هو تحدي كبير طبعا، تحدي كبير، بس احنا بدأنا نشتغل عليه من بدري عشان نوصل للنتائج المرجوة دي. طيب هل ممكن تقول لي 3 نصايح المطور العقاري في الوقت الحالي يعملها في التوقيت اللي احنا فيه؟ الحقيقة التحوط هو أكبر نصيحة، وزي ما في مميزات جدا للبيع اوف بلان سيل، ان هو وسيلة التمويل الوحيدة للمطور في مصر تقريبا، لان احنا ما عندناش مورجج هنا هو في مصر نهائي يعني. فالتحوط على قدر الامكان هي النصيحة الوحيدة. لان المطورين دلوقتي واقعين في مشكلة كبيرة، الفرق ما بين المبيعات وما بين التكلفة. التكلفة ضعفت خلال السنة الأخيرة، والمبيعات مهما حتى زادت نسبتها not adapted مع الأسعار الكوست الحالية. طيب هل في نصيحة للمستثمر العقاري أو من يرغب في شراء عقار؟ الحقيقة دلوقتي المستثمر العقاري ما بقاش هين جدا، بقى في عنده معروض كتير وفي منافسات كتيرة جدا. بس المعروض كتير في السوق، وشركات الاستثمار كتيرة، منها شركات رائدة ومنها شركات متوسطة وشركات صغيرة. طبعا احنا بننصحه بالتأمل في الباك جراوند بتاع الشركات ومدى مصداقيتها في مشاريعها السابقة. يعني الجدارة، سابقة الأعمال وسمعة الشركات اللي صحيح. يتعامل معها يعني. مظبوط. طيب أنا